مساء الخير. دورينا لا يتوقف عن الأحلام والكلام. الليلة كانت رحلة جديدة مع الأرقام ومع ما تكتبه الأقدام. قطار الدوري يواصل المسير بثبات باتجاه خط النهاية، يحط رحاله بالمحطة 18 كأنها البداية. أصحاب السعادة يبتسمون من جديد ويختارون نفس العنوان، أما البطائح يعبر بأمان مضيق خورفكان. أما فريق حتى فيبدو أنه استسلم منطقياً لجاذبية القاع. أهلاً وسهلاً بكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من جديد، وكذلك يسعدني أن أرحب بمحللي ونقاد قنوات أبو ظبي الرياضية الدكتور موسى عباس. مساء الخير دكتور. وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير، صباح النور، كيف الحال؟ الله يسلمك. وكذلك سهيل العريفي، صباح الخير. صباح النور محمود، أهلا وسهلا. الله يسلمك. قبل أن نفتح صفحة الدوري مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقتنا الليلة بآخر أخبار أو الأخبار التي تتعلق بمنتخبنا الوطني. الأبيض يتقدم مركزين في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لشهر إبريل، ليصبح في المركز 67 عالميا والتاسع آسيويا. ورفع منتخبنا رصيده إلى 1366.45 نقطة، ليتقدم من المركز 69 في التصنيف الأخير الذي صدر في 15 فبراير الماضي إلى المركز 67، والتي جاء فيها بالمركز التاسع آسيويا. ويحتل منتخب الإمارات صدارة المجموعة الثامنة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات من المرحلة الثانية برصيد 12 نقطة. هذه آخر الأخبار بما يخص منتخبنا الوطني دكتور. يعني بالرغم من آراء كثيرة تتحدث عن خلينا نقول الأداء الغير مرضي لمنتخبنا، إلا أنه يتقدم اليوم مركزين في التصنيف، 12 نقطة في التصفيات المشتركة المؤهلة. خلينا نقول هذا التقدم النقطي والتقدم في التصنيف بشو يساهم لمنتخبنا بالفترة القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو تأكيد طبعا أكيد يعني أغلب الآراء يعني أنه كمستوى كأداء ما كان جيد، لكن أنت الآن النتائج مهمة جدا. أن المنتخب حتى الآن ماشي في تصفيات بشكل مميز، صعد إلى 2027 بطولة آسيا في المملكة العربية السعودية، وكذلك هو الأول في مجموعته، وبالتالي على أشياء جيدة في القرعة. لما يكون في القرعة الجولة الثالثة أنا أعتقد بيكون شيء جيد للمنتخب التصنيف. هذا الشيء أكيد، يعني التقدم في التصنيف في النهاية والنتائج الإيجابية بالرغم من الأداء الغير مرضي شيء جيد يصب في مصلحة منتخبنا. سهيل، ما في شك اليوم أن أي شيء إيجابي ممكن يساعد على رفع المعنويات وعلى تغيير أو محاولة تغيير الوضع الحالي إلى الأحسن. اليوم لما أنت تشوف نفسك أن أنت توفقت بمجموعة كانت سهلة بالنسبة لك، يمكن منتخب البحرين الوحيد اللي يكون قريب من مستواك، وتطلع بنتائج إيجابية خلال المرحلة الماضية، المفروض أن نحن اليوم نبني عليها في مرحلة قادمة أصعب وأقوى أكيد. وطموحنا اليوم هو ليس فقط وجودنا على رأس المجموعة، وأن طموحنا اليوم أن نحن نكون في كأس العالم القادمة بإذن الله، بناء على الآلية الجديدة لتصفيات كأس العالم. أن اليوم أنت عندك الفرصة صارت أحسن من أول،
كعدد مقاعد. اليوم انت اليوم عندك 8 مقاعد، فبالتالي اليوم نستثمر كل هذه الايجابيات، ان احنا اليوم صعدنا حاله المنتخب الاخير اللي هو استمرار الفوز في التصفيات او في المجموعه. اليوم تغيير تصنيفك الى نقطتين، انك انت تزيد تصنيفك. فالمجرد ان انت تسمع اخبار ايجابيه ومفرحه عن المنتخب اليوم نستثمرها في المرحله القادمه وترفع المعنويات اكيد. اكيد ان شاء الله. نتمنى ايضا يعني عودة منتخبنا لما قبل كأس آسيا مع بنته، بداية المرحلة مع بنته لما كان الأداء أعلى من الأداء الحالي اللي نشوفه. نبقى مع أخبار المنتخب، لكن هذه المرة أيضا مع المنتخب الأولمبي. منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم بدأ منذ الخميس الماضي تجمعه الداخلي في دبي استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عام المقررة في قطر خلال الفترة من 15 من إبريل الجاري إلى 3 من مايو المقبل. واختار الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الأوروغواياني مارسيلو برولي 30 لاعب ضمن القائمة الأولية لهذا التجمع الذي سيمتد حتى 8 من الشهر الجاري، ويتخلله خوض مباراة ودية أمام منتخب إندونيسيا المشارك في البطولة، حيث سيقوم الجهاز الفني بإعلان القائمة النهائية التي تضم 26 لاعب بعد نهاية المباراة الودية. طيب هذا بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي المشارك في نهائيات كأس آسيا. يعني دكتور، وأغلب اللاعبين اليوم موجودين مع أنديتهم، لعيبة فريق أول، لعيبة نعول عليهم الكثير، أكيد في مباراة ودية الأسبوع القادم. شو ننتظر من المنتخب الأولمبي في هذا المحفل الآسيوي الكبير؟ هو أول شيء أستاذ محمود، خلينا نحن نقول اليوم نحن نشكر اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي أن هم أعطوا حرية للاعبينهم أن يلعبون في الدور المحترفين. هذا التعاون شيء في الجولة جيد الحالية. في الجولة الحالية هذا شيء جيد يعني، بالعكس شيء مميز. اللاعبين المتواجدين فيهم لاعبين المنتخب الأول وكلهم يلعبون أساسيين. حارب موجود، محمد عباس، حازم، خالد توحيد، سلطان عادل الآن موجود معاهم. يعني مجموعة كبيرة من اللاعبين متواجدين مع زايد سلطان موجود كذلك معاهم. يعني أكثر من عنصر أصبح عندهم خبرات حتى دولية. صحيح. وهم في مجموعة كوريا واليابان والصين. فبالتالي لابد أن اللعيبة يعني ما ينظرون إلى هو بيشارك والله بيلعب مع كوريا أو مع اليابان، هو لابد يكون عنده هدف رايح إلى الصعود إلى الأولمبياد. إذا لابد أن يبذل جهد، يكون عنده طموح، لأن هاي المباراة فيها ترى مباراة فقط، يعني أنت ما تلعب 10 مباريات مش دوري. فبالتالي يكون عندك طموح للاعبين إلى الصعود إلى الأولمبياد، فبالتالي لو يكون عندهم خبرة لأن خاضوا خبرات دولية هؤلاء اللاعبين. أنا أعتقد هذا شيء جيد للاعبين وحول المنتخب. لكن أهم شيء نريد نشاهد المنتخب الأولمبي يظهر بشكل جيد. بعض الأحيان أنت لو تخرج من البطولة لكن تكون شكلك جيد. شكل كل أمان لهم. الآن المستقبل يعني بعد 4-5 سنوات، خلينا نقول 3 سنوات 4 سنوات، هذا اللي بيكون المنتخب الأول. فبالتالي لابد نحن نشوفهم في مباريات محك فني رئيسي نشاهدهم ان شاء الله. الاهداف المنتظره خلينا بس انا شويه اتمنى ان في يعني خاصه بتاريخ 16 بالذات يعني محمد عباس وحازم يعني تواجدهم حتى مع العين مهم جدا جدا. لانه مباريات الهلال الذهاب والاياب. لا هو مباراه الهلال بيكون اول مباراه تاريخ 16 يعني في وقت يعني. فانا اعتقد هاي المباراه مهم جدا لان هذول اللاعبين خاصه محمد عباس لاعب اساسي يعني المنتخب عنده لاعبين قد يكون، لكن هاي وجهه نظر يعني. النهايه محفل اسيوي دكتور صحيح اكيد هو بعد بطوله اسيويه وصول لاسيا اكيد لكن في المنتخب يعني انت ممكن تعوض يعني في حارب في سلطان في العين ما يتعوض محمد عباس لاعب مهم الان لاعب مهم لكن هناك عندك اكثر من لاعب يلعب في نفس المكان. طيب يعني وجهه نظر في النهايه. وجهه نظر اكيد وتحترم. شو الاهداف اللي ننتظرها من المنتخب الاولمبي ومن اتحاد الامارات لكره القدم في كاس اسيا وفي نهائيات كاس اسيا مع الاسماء اللي ذكرناها؟ يعني اسماء نتكلم عنها كلهم منتخب او اغلبهم منتخب اول وفريق اول في انديتهم. شوف نحن اليوم الاولمبيات الدول تتفاخر باعداد البعثه باعداد بعثتك وكم عندك عدد مشارك في الاولمبيات. اولمبيات باريس ما في شك انها محطه مهمه لكل الدول، تنافست كل الدول في كل الالعاب عشان توصل
الهدف اليوم هدف كبير، هدف بالنسبة لي أنا أشوف أنه إحنا ما حضرنا له بشكل جيد كاتحاد كرة اليوم. الأولمبي كان من وجهة نظري أنه يتجمع مبكراً. أغلب لاعبينا اليوم يمكن ما يلعبون بشكل أساسي، فتحتاج أنهم يكونون محضرين، يحتاج إلى أنك أنت تطورهم فنياً، يحتاج إلى أنه يكون في خطة وفي عمل. مباراة ودية واحدة لا تكفي لأنك تقابل اليابان وتقابل كوريا. يعني عشان توصل الأولمبيات لابد أنك تشتغل بشكل أكبر، ولابد أنك أنت تحضر نفسك بشكل أكبر. أنا أعتقد أن تأخر معسكر المنتخب من وجهة نظري. الفترة غير كافية يعني. الفترة غير كافية أبدا. اليوم نحن سمعنا من خلال الإعلام عن المنتخبات الأخرى ومشاكلهم مع الأندية، أن اليوم الأندية في أكثر الدوريات في فرق فقدت لاعبينها من أكثر من جولة. فبالتالي اليوم أنا كنت أتمنى أن يكون في تحضير أكبر، لأن اليوم أكبر عدد عندك من اللاعبين موجودين وين في كرة القدم. لما يكون عندك منتخب كرة قدم موجود راح يكون عندك أكثر من 30 لاعب أو 23 لاعب زائد التيم زائد اتحاد الكرة، فيكون البعثة تكون شكلها أكبر وشكلها أقوى. فكان المفروض أن نحن نحضر له بشكل جيد، ولكن ومع ذلك مثل ما ذكر أخوي الدكتور موسى، عندنا لاعبين بالنسبة للحارب، بالنسبة للأسماء اللي ذكرها، يصنعون الفارق مع أنديتهم ومع المنتخب الأول. فبالتالي اليوم منتظر منهم أنهم يقودون هذه المجموعة إلى أن شاء الله يا رب نوصل إلى الهدف الرئيسي وهو التواجد في الأولمبياد إن شاء الله. أكيد. قبل لا أروح لمباريات الدوري، لأن فتحت لي محور، يعني خلينا نقول يمكن الاتحاد دكتور نحط بين نارين، أنه تكون فترة الاستعداد أطول، فيها مباريات ودية أكثر، وأيضا الجانب الآخر موضوع التعاون مع الأندية. لأن لما نتكلم عن بعض الأسماء مثل سلطان عادل، حارب، عبد الله حمد، محمد عباس، هذه أسماء تعتمد عليها الأندية بشكل كبير في منافسات الدوري، ولما نتكلم عن العين في منافسات آسيا كذلك. فوين تشوف المفاضلة اليوم؟ أنا أسوي استعداد لفترة أطول ولا أتعاون مع الأندية وأقصر فترة الإعداد؟ وزي ما انت تفضل كذلك عبد الله حمد من اللاعبين الاساسيين اصلا في النادي الوحده. هو شوف، هو كان اعداد منتخب الاولمبي طوال هالسنتين كان في اكثر من مشاركه. متى ما كان المنتخب الاول يستعد كان المنتخب الاولمبي يستعدون. الفيفا دي في اكتوبر في سبتمبر وفي نوفمبر كان المنتخب الاولمبي كذلك يلعبون، كانوا مباريات وديه. بس لاعبين المنتخب الاول ما كانوا مع المنتخب الاولمبي، فكانوا يلعبون مع منو؟ الفريق الأول. هو هذا اللي يقصده كابتن سهيل، انه يقول لان اللاعبين كلهم الاساسيين ما يلعبون مع بعض. صحيح كابتن ولا؟ صحيح. حتى في بعض المباريات ما شفنا انسجام. فبالتالي لما شاركوا في غرب اسيا، لان كانوا بدون هؤلاء اللاعبين، بدون عبد الله حمد، بدون حارب، بدون سلطان عادل، بدون المنتخب الاول. فبالتالي ما شاهدناهم ظهروا بشكل مميز، ظهروا بشكل غير جيد. صح. فبالتالي الان يوها هؤلاء اللاعبين، لما يوها هؤلاء اللاعبين لان اول مره يتجمعوا، لان تعرف الانديه ما بيعطونك، يقول والله هذا دوري المحترفين ومش في بدي، فاهم؟ ما يسمحوا لهم يعني كذلك. فبالتالي انا اعتقد لو اتحاد الكره في هذا الموضوع جمع، مثل ما اعتقد المنتخب السعودي جمع قبل 10 ايام جوله من الجولات اعتقد. فنحن نتمنى ان شاء الله بالتوفيق للفريق. المنتخب السعودي اخذ 7 لاعبين من نادي واحد، من نادي الاتحاد اساسيين، ومستويه ازمه في كل مكان. صح. عليهم، والاتحاد حتى يقول لك انا بنسحب من بعض البطولات ان ما عندي لاعبين. المنتخب اكيد يعني تكمله لكلام الدكتور، اليوم المنتخب هو الاهم، هو في كل شيء، وما في شك ان هذا شعار الانديه قبل ما يكون شعار الاتحاد. وهذا شيء انا واثق منه، ان اليوم لو طلب منهم استعداد المنتخب بشكل عاجل الكل راح يلبي اولا. ثانيا حتى لو مثلا نقول شخص ممكن عنده مصلحه نادي او مهمه، الاتحاد ياخذهم بدون ما يشاور. الاتحاد في النهايه هو المظله الاعلى وهو صاحب السلطه الاعلى في الرياضه، ممكن ياخذهم في اي وقت. لكن يعني خلينا نكون معاهم ونمشي وراء قرارهم. اليوم وجهه نظر تقال، قد يمكن نكون مخطئين فيها، لكن ان شاء الله انهم في المباراه الوحيده اللي راح يلعبونها اليوم، لو قلنا بس على اساس ان الموضوع انفتح، يعني لو بتلعب مباراه وديه واحده كم لاعب راح تشارك؟ كم لاعب راح يشارك؟ والمدرب يقدر يتعرف عليه، يقدر يقعد على التشكيله الاساسيه اللي ممكن يبدا فيها مباراه اليابان. حتى لو لعب في المعسكر السابق، اليوم نحن عندنا كابتن من الفريق الاول انضموا لهم، هل ممكن لاعبين الاولمبي يكونون احسن ان يستمرون؟
ممكن انت اللاعبين اللي بتدخلهم فوق في لاعبين بعد عندك فوق 23 سنه راح تستدعيهم، منو اليوم اللي راح تستدعيه؟ فبالتالي العمليه تحتاج اعتقد الى وقت كافي للمدرب والى الطاقم الفني انه يختار العناصر اللي راح يبدا فيها المباريات، ويا رب الله يوفقهم ان شاء الله. امين امين، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في هذا المحفل الاسيوي. نتحول بالحديث الى مباريات دورينا مشاهدينا الكرام مع اليوم الاول، الدفعه الاولى من مباريات الجوله 18 لعبت فيها 3 مباريات كانت نتائجها كالاتي. بنياس الوحده ينتصر على بنياس بثلاثيه مقابل هدف، وخورفكان على أرضه يهزم بثلاثية نظيفة أمام البطائح، واتحاد كلبا يعمق من جراح حتى بالانتصار ب3 أهداف مقابل هدف. فريق الوحدة واصل سلسلة نتائجه الإيجابية منذ وصول مدربه غوران، وحقق فوزا جديدا في الدوري هو الرابع لها على التوالي، وجاء هذه المرة على حساب فريق بنياس. قبل مباراة الوحدة وبنياس لحساب الأسبوع 18 لدوري أدنوك للمحترفين، كانت كل الأنظار تتجه إلى هوية الفريق الذي سينجح في الحفاظ على ثباته والبقاء ضمن دائرة النتائج الإيجابية. بداية المباراة رغم هدوئها إلا أن أصحاب الأرض حصلوا على ضربة جزاء بعد عرقلة فهد الضنحاني لعمر خريبين في الدقيقة 7. خريبين نفذ ركلة الجزاء وسجل أول أهداف اللقاء ليتقدم الوحدة على بنياس مبكر. نعم، السعادة مستمرة لأصحابها، السعادة مستمرة لأصحابها. أصحاب السعادة عادوا من جديد، وأحمد نور الله يسدد من بعيد، ولكن الضنحاني يبعدها بالركنية. طوال هذه الدقائق لم يقدر فريق بنياس على رد الفعل، واكتفى بالتراجع إلى مناطقه الخلفية. فريق الوحدة كان في قمة توهجه خلال النصف ساعة الأولى من المواجهة، والتأكيد جاء عن طريق فاكوندو. رائعة تمريرة فاكوندو، يا عيني يا فاكوندو، يا عيني يا فاكوندو دانييل. ضغط أصحاب السعادة تواصل وكاد يسفر عن الهدف الثالث، لكن فهد الضنحاني تألق في سد الكرة لينتهي الشوط بأسبقية وحدوية بثنائية مستحقة. بداية الشوط الثاني عرفت تقدما للفريق السماوي إلى مناطق الوحدة الأمامية في محاولة لتذليل النتيجة، وهو ما حصل فعلا، حيث نجح بنياس في تسجيل هدف تقليص الفارق بعد مضي 8 دقائق على الانطلاقة عن طريق سولغانوف. بعد الهدف مباشرة عاد الوحدة للمسك بزمام الأمور والسيطرة على منطقة المناورات في أغلب فترات المباراة. مع ذلك واصل السماوي نسج محاولاته الهجومية، والتي أثمرت في إحداها ضربة جزاء في الدقيقة 81، لكن تقنية الفار تدخلت وأنقذت أصحاب السعادة. بقية دقائق المباراة شهدت محاولات متكررة من جانب الفريقين، وخاصة عن طريق فريق بنياس، لكن الخطورة جاءت من قدم صاحب السعادة اسماعيل مطر، الذي تحصل على ضربة جزاء نفذها بنجاح عمر خريبين، لتنتهي المباراة بفوز العنابي رغم الوجه المحترم الذي ظهر به السماوي خاصة في الشوط الثاني. Very important 3 points to continue have good results. Our first 45 minutes really our team control matches, had good results to score. Second half a little bit is our rhythm and our position was less, but end of story, must take benefit from this match, and it's important these 3 points. الحين نتكلم عن البلنتي لصالح، البلنتي صالحنا يعني اعتمد البلنتي في ثانيه، صفرنا بلنتي، لكن الكره شوف الكره وين راحت، الكره راحت حق يوسف نكيتي، صدمت في اللاعب راحت عند يوسف، يوسف انفرد انفراد تام على الحارس، فيوسف اذا استلم الكره هاي وسجلها هذا هدف. الحكم صفر، وقف اللعبه وصفر انها بلنتي، رجع قرار الفار انه الغى البلنتي. الحين انا ما اقول الغاء البلنتي ولا لا، انا اقول انك انت صفرت وقفت كوره بلنتي، لان الحركه هذه في قانون البلنتي تعتبر حركه اضافيه، اللاعب يتحرك مع حركه اضافيه صار تلامس الكوره في اليد، هذا قانون انا ما اعرف الناس شو بتقول لا والله هو ما حرك ايده، هذه حركه اضافيه تم اصطدام الكوره بايده لانه هو لف ومع حركه اضافيه. اللي بعدها زين الكره انتقلت ليوسف، انت لو اعطيت ادفانتج ترى في فار يرجعك، اذا اعطيت ادفانتج يوسف استلم الكره هاي وسجلها هذا هدف لبنياس صريح. بعدها ممكن انت ترجع، خلينا نقول يوسف ضيع الكره هاي، انت ترجع للفار وتحسب بلنتي او لا تحسب بلنتي.
في كذا مباراة ضيعناها والسب ان ما سجلنا. الصراحة الأمان الشباب قدام يحاولون، بس بعد الحمد لله أنت اليوم إذا ما بتستغل ما بتسجل أكيد يعني بتضيع المباراة من إيدك. بس الحمد لله وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. قدمنا مباراة طيبة والله أنا أتوقع، ما حالفنا الحظ نفس ما قلت قدام الجول. الوحدة استغل الفرص اللي جته، حتى الوحدة ما كان في أفضل حالاته اليوم، بس قدرنا ياخذ 3 نقاط وهي هذا المهم، وسجل. ما حالفنا الحظ الحمد لله. نراجع الأخطاء اللي صارت عندنا نفس ما قلت في الشوط الأول، ونحاول أن نبعد عنها في المباريات القادمة. هذا كان حديث غوران، ومن بعدها أيضا إداري فريق بنياس منصور البلوشي ولاعبي فريق بنياس بعد هذه المباراة. دكتور، يعني حتى كنا نتحدث تحت الهواء أن النتائج الإيجابية بالنسبة للوحدة مستمرة. اليوم نتكلم عن 6 مباراة، 4 انتصارات متتالية، ومن ثم التعادل مع شباب الأهلي وانتصار جديد اليوم. مستمرة النتائج الإيجابية. أستاذ محمود، أتمنى من لاعبين الوحدة أن الدوري دورين. يعني عندهم هالإمكانيات وهالطموح وهالرغبة، وينكم في الدور الأول؟ حتى في الموسم الماضي نفس الشيء، الفريق نافس لين آخر يوم منتهي في الدور الثاني. فبالتالي عندهم لاعبين. الوحدة لابد أن يكون منافس. لما يرجع الوحدة المنافس الدوري بالعكس لصالح الدوري. لما نحن نشوف الفرق الكبيرة كلهم ينافسون. الموسم نحن لما نشوف الوصل مشارك ونفس على بطولة الدوري مع العين والشباب الأهلي، الوحدة معاهم النصر والجزيرة والشارجة. تخيل أنت كم هال من المباريات اللي احنا بنحصلها في الدوري، في دورينا. صحيح. اليوم الوحدة ظهر بشكل مميز، 6 مباريات، يعني 5 مباريات دوري ومباراة في كاس الديب. كاس الديب عند الجمهور على اعلى مستوى، دعم اداري على اعلى مستوى من رئيس النادي الشيخ ضياب. فالوحده مو بنخصم شيء. عندهم لاعبين يصنعون لك الفارق، سواء خريبين هداف، ارن كروب، اسماعيل مطر لما ينزل، عبد الله حمد لاعب منتخب جيد، اكثر من عنصر عندهم. ألن من افضل اللاعبين في النص، هو ونور الله يعني في الوسط. جمهور داعمين لهم في كل مكان حتى يوم يكون نتائج سيئه. فانا اعتقد الوحده لابد ان يكونون يعرفون في الدوري ان في 26 مباراه، لابد ان يكون اهتمام من بدايه الموسم. فريق ظهر بشكل مميز جدا في هذا 6 مباريات لا شاهدهم. غوران اضاف لفريق الوحده فنيا داخل الملعب، تكتيكيا، تنظيميا، بهذا الشيء انا اعتقد على اعلى مستوى. بيك في سؤال ثاني استاذ سهيل، ليش الوحده بعيد عن المنافسه؟ لما نراجع نتائج الوحده مع الانديه المنافسه، انتصارين على الجزيره ذهاب واياب، تعادل مع الوصل، تعادل مع شباب الاهلي وخسر في دبي، فاز على العين في العين. نتائج جيده جدا مع الانديه المنافسه. شو مشكله الوحده؟ ليش ما نشوفه منافس على صداره الدوري؟ شوف، الوحده اليوم يقدم عمل في الدور الثاني، عمل كبير وعمل مهم للموسم القادم انك تبدا فيه. اولا اليوم انت لما واصل لهذه المرحله من الانتصارات المتتاليه، معناته عندك لاعبين يملكون عقليه الفوز وعقليه الانتصار، ومعناته ان المنظومه بشكل عام تعمل بشكل ايجابي الى الان. لان اليوم الفوز او الفوزين ممكن تحققهم وبعدين يبدا دروب مره ثانيه وتخسر مباراه او تفوز مباراه، لكن الاستمراريه يدلك ان في عمل ممتاز الى الان يقدم في نادي الوحده. استكمال او النواقص اللي عندك، اللي هو انت الى الان ما عندك مهاجم بشكل واضح ممكن انه هداف حقيقي يساعد الفريق. اليوم لو تلاحظ يغير في المراكز ما بين اللاعبين، مره عمر جناح، مره يمين، مره فكاندو يكون قدام، مره. فبالتالي انت اليوم تحتاج فقط الى راس حربه وممكن تحتاج الى جناح. اما غالبيه الشباب اللي عندك اليوم الوحده يلعب بروح اللاعبين. انت اليوم ما تنافس على الدوري، صح؟ روح من اول المباراه الى اخر المباراه في جميع مبارياتهم السابقه بعد تغيير غوران. المدرب وحده لا يستطيع عمل كل شيء، فبالتالي انت معك منظومه او اداريين او في خلف مع المدرب، عقليه اللاعبين اللي موجودين، الخبره مثل اسماعيل، مثل الشباب اللي موجودين، او حتى الاداريين اللي في النادي مع الفريق. فبالتالي اليوم الفريق يشعرك بانه منافس على الدوري حتى لو النقاط بعيده. فانت اليوم باني حق الموسم القادم على اساس قوي، عندك اساس وعندك نهائي اديب. فبالتالي اليوم الوحده الى الان محقق مكتسبات ممتازه كان يحتاجها في الدور الاول، يعني خسر مباريات ضعيفه وتعادل مع فرق ضعيفه، تغيير المدرب، فتحتاج الى استقرار. الوحده اكثر من سنه الان، اكمل يمكن 4 سنوات في كل موسم في تغيير، وتيك فترات ايضا، تيك فترات الفريق يرجع يشتغل بشكل جيد،
ومن ثم يروح. الحاله اليوم اللي فيها الوحده انا اتذكر يمكن قبل 10 سنوات تقريبا الوحده بنى فريق ممتاز وياب كؤوس، ياب كاس رئيس الدوله، ياب كاس محترفين، ياب سوبر. حقق انجازات، وبعدها الفريق رجع الدروب بعد التغييرات اللي ايام احمد الرميثي. لا نعم، ايام نعم سعاده احمد الرميثي ونمسي عليه. فبالتالي اليوم الفريق مستقر بشكل ممتاز. انت تحتاج فقط الى انك انت اليوم تدعم الفريق فقط بلاعب او لاعبين. موضوع ألن هل مستمر او حتى تقدر تجيب لاعب نفسه. اليوم ألن مؤدي دور كبير جدا نعم في وسط الملعب، واعتقد انه هو يفضل نادي الوحده على اي نادي حسب تصريحاته، والنادي اكيد مهتم فيه. نور الله مقدم اداء ممتاز، عمر في كجناح مقدم اداء ممتاز، الثلاثي هذول شايلين الفريق بشكل عام. المواطنين اللي عندك قاعدين يأدون بجوده ممتازه، المقيمين في نادي الوحده مقيمين ممتازين وقاعدين يأدون عمل جيد. بمنتا والدفاع ومستواهم ممتاز، وكم صار له سنه مع الوحده بمنتا الان، فبالتالي كلهم اصبحوا اليوم من ابناء النادي اللي انت اليوم ممكن تعتمد عليهم في الموسم القادم. وتبني عليهم. انا واثق اذا الوحده اليوم حصل على راس حربه حقيقي وهداف، الوحده منافس على الدوري بالبيئه اللي موجوده او بالانفايرمنت اللي موجود. ما يغير كثير من الفريق للموسم القادم؟ لا انا ما اعتقد. اليوم الفريق النتائج ايجابيه. اليوم انت تلعب مع شباب الاهلي منافس وتعادلت ورجعت من خساره 2-0. هاي العوده صعبه، خصوصا ان انت ما تنافس. شو الحافز اللي يكون عندك او الشغف اني انا اريد ارجع، اريد اليوم افوز في المباراه؟ ان اللاعبين عندهم هذه عقليه الفوز وعقليه التحضير اللي يصير قبل المباراه. لكل مباراه في تحضير ممتاز في نادي الوحده الان. لو تلاحظ اللاعبين لما دخلوا اليوم مباراه بنياس الشوط الاول نهائي، الكل يركض، مو كأنه بعيد عن المنافسه ولا كأنه يعني شوف بعكس في مباريات اخرى. لكن اليوم تشوف كل لاعب حريص انه يستمر في الفريق، حريص انه يعمل بشكل جيد. هذا يدلك على انه قبل المباراه شو يصير، الاداء اللي يصير، الشغل اللي يصير قبل المباراه. طيب شو تفضل. اسلسل. لا لان كنت بسالك عن بنياس يعني. انا الان شوف نحن يعني لما ناخذ الدوري نحن الان 7 فرق على مستوى عالي عندنا. انت النصر الان راجع بقوه. نعم فعلا من افضل الفرق حاليا. يعني ينافس. صحيح. الوحده الان تخيل انت الان عندنا نحن ما شاء الله في هذا الموسم النصر والوحده، طبعا الوصل هو متصدر، العين، شباب الاهلي، البطايح، كلبه، لا تنساهم ترى يقدمون مستويات عاليه جدا. حتى عجمان السنه مش عجمان الموسم الماضي، السنه كانوا البطايح اعلى مستوى بكثير. وفي ناديين مع ان مستواهم نازل لكن ممكن يفوزون في اي مباراه. أيوة. الشارجه والجزيره صح. فبالتالي انت الان ما تقدر تتوقع اي مباراه شو النتيجه. هذا حلاوه الدوري. ليش انا اقول دائما يمكن النادي يختلفون وياي، يمكن اخ سهيل يختلف ولا اخرين، انا اقول دورينا قوي. يقولوا شو السبب؟ اقول عندنا كم من مباراه جماهيريه فيها نوع من الاثاره. في اكثر الدوريات لا تلقى فريق واحد او فريقين، يعني الاهلي والزمالك والمتى احنا نسمع الهلال والنصر، الهلال فارق عنهم كان الدوري. عندك احنا عندنا تنافسيه اعلى يعني. طبعا هنا اعلى. هنا ليش اعلى؟ لان يعني في اكثر من 6 فرق متقاربين جدا. يعني منو عند شكل البطايح اللي يقدم مستوى عالي نتكلم عنه، او النصر بهذا المستوى. فانا اعتقد بالنسبه لي انا على مستوى محلي دورينا جيد وقوي، هذا وجهه نظر. لكن لو قلت لي عن بنياس اعطيك مثال، راجع مباراه بنياس مع كل فرق، مع العين ند، حتى مع الوصل المتصدر، مع الوصل فانا هذا اللي كنت بسالك، هل الرزناوه ما خدمته؟ يعني اليوم نتكلم عن بنياس اللي لعب مع الوصل، لا. من ثم النصر المتحسن جدا، من ثم العين، واليوم الوحده. لا وجهه نظري انا لا. هداف الفريق هذا يحتاج الى حد يسجل. انت لو شاهدت مع اغلب مبارياته حتى في كاس رئيس الدوله، تذكر مباراه الشباب الاهلي مضيع اكثر من 6 فرص كابتن لو تتذكر. ضيعوا فرص حقيقيه اكثر من مباراه 1-0 2-1 3-2. يعني فريق يلعبون كره لكن ما عندهم هداف حتى الان. فبنياس مو بسيء، معنا في بدايه الدوري لما شفنا يوسف نياكاتي قلنا هو هذا من افضل اللعيبه. هل اتحاد كلبه فريق ضعيف كمستوى فني؟ يتكلم خلي على مركزه غير، ومستوى الفني داخل الملعب غير. طيب اجانب زينين عندهم، سلطان عادل، ياسر، عامر، احمد عامر، عبد السلام، عندهم مواطنين لاعبين زينين، فردان زاد لاعبين اجانب. بني الاتحاد كلبه لانهم فازوا اليوم. بنياس بنياس انا اعتقد بعد جواو بيدرو
ما وجدوا ضالتهم في اي مهاجم على مستوى خروج. نتكلم عن موسمين الحين، نعم موسم ونص. نعم. وقبل جواو بيدرو على فكره، يعني قبل جواو بيدرو ما كان عندهم مهاجم زين. وهو على فكره مش مشكله بنياس، هاي مشكله العالم كله ترى. السترايكر صعب تحصل مهاجم اللي عنده مهاجم يحافظ عليه، لان انت اليوم من اصعب المراكز الهداف اللي يخلص قدام. جواو بيدرو كان شايل مسوي شغل ونافس على الدوري، وكان ممكن بنياس يحقق لقب الدوري مع جواو بيدرو. لما انتقل جواو بيدرو ما وجدوا لهم الى الان اللاعب اللي ممكن يكون يعني، ودائما اغلى لاعبين هم المهاجمين. فبالتالي اليوم بنياس صعب انه يحصل مهاجم الا اذا يعني ممكن يشوفون لاعب في دوريات اقل وممكن يتوفق معاهم، مثل انا ناسي اسم اللاعب اللي لعب في العين وفي بنياس سنغهور. كابتن سهيل ممكن تسمح لي؟ ايه انا اقول الاختيار انتقاء، كل شيء بسيط. نعم انا تول. نعم لاعب مو بغالي، صحيح. لكن انا قصدي الاختيار يعني. نعم كلامك نعم. صحيح كابتن. نعم. لكن انت كيف تختار المهاجم او اي لاعب؟ يعني خاصه حين لما انت عندك 7 لاعبين الموسم القادم، 2 مقيمين و5 اجانب، اذا اخترت صح لا تجيب كم؟ لا تجيب 10 يعني 20. عندك 7 في الملعب. ايه لا تجيب 10. بس هذا الكلام تختار بنياس اللي عنده 7، الكل عنده 7. عرفت؟ ما اقول لك ما انت يفرق معاك الاختيار في النهايه. كلهم ترى المشكله، ترى هاي مشكله اليوم، مشكله اغلب انديه العالم ترى اليوم. هل برشلونه نفس الاختيارات اللي قبل؟ هل ما ادري منو؟ الاختيار اذا انت توفقت في لاعب وحقق لك نفس نتائجك. على فكره اليوم تختار لاعب جيد او ممتاز، يجيك في النادي ما تعرف شو يصير فيه، ما يتوفق معاك، ما يمشي بشكل جيد على حسب الدوري وعلى حسب المنظومه. يعني احنا شفنا بن شرقي، مش بن شرقي كان افضل لاعب في الدوري المصري يا عندنا وما حقق اي اضافه لنادي الجزيره. شفنا اكثر من لاعب، فبالتالي اليوم هي خيارات. لكن بنياس قدم مباراه جيده اليوم في الشوط الثاني، بدايه الشوط الثاني سجل هدف وحاول انه يضغط، لكن لعيبه الوحده والخبره اللي يملكونها نادي الوحده هم اللي اثروا عليه. لكن الخسائر اللي كانت المره الماضيه، اليوم انت في النهايه تلعب مع منافسين اعلى منك كلاعبين، كجوده لاعبين اعلى بشكل اكبر، وطموحهم في الدوري يكون اكبر، فهني تفرق معاهم. لكن بنياس يتك فتره اليوم ان انت نافست على الدوري، ويتك فتره ان انت وصلت نهائي الكاس. هذه المكتسبات اللي اليوم مفروض كل ما لاعب في نادي بنياس ان اليوم يراون النادي اصلا شو كان، شو وين وصل والمراحل اللي وصل لها، وحقق كاس رئيس الدوله كاول نادي في ابو ظبي يحقق كاس رئيس الدوله. فبالتالي اليوم انت عندك انك تقدر تبني عليها. يعني اليوم البطايح تو جاي من 2 سنين، البطايح اليوم ترتيبه كم وبنياس ترتيبه كم، فبالتالي انت اليوم تحتاج ان بنياس يظل وراه معنويه، وراه ان انت ترفع معنويات اللاعبين وخيارات لاعبين. قد حتى تشوف بعد المدرب السابق اللي طلع الكل توقع ان بنياس ترى يتاثر بشكل كبير، لكن ما زال متماسك بنياس وانه يقدر يجاري اكبر الفرق الكبيره في الدوري او المنافسه على الدوري. فبالتالي انت اليوم ينقصك اشياء بسيطه وممكن تصل الى المركز اللي تباه. اكيد. شوف تفضل. على موضوع الاختيار انتقاء نعم. سهيل. نعم. هو كلامه صحيح، ساعات انت تجيب لاعب ما توفق. انت جبت الان فراس عربي، فراس بالعربي لاعب كان مميز السنه الماضيه. نعم. هني انت ما تقدر تلوم الاداره، السبب شو؟ لان انه وياه بختار صح، انا اجتهدت، لكن لاعب ما توفق. العكس، الوصل يا ابنه خمينيز من بنياس تألق، المجموعه كملت ساعدك صح؟ هو كلاعب تألق. هو كلاعب صح، كلاعب انا اتكلم كلاعب الان. نعم. لكن العيب في وين؟ لما يقول والله انا اجتهد، لا، في بعض الاحيان انت اجتهدت لكن اجتهادك كان خطا. كيف؟ انت جبت لاعب غلط. يعني نحن نقول الحالتين صح، لكن واحد ما توفق في الملعب اللي هو فراس بالعربي، لكن اختيار صح. خمينيز توفق، لكن انا لما اختار لاعب نعرفه من برا عيبه. لاعب اول شيء لو مغمور، لكن لاعب مو بجيد، مو ما له اسم، وجبت انت ودفعت فيه ملايين فيه، لكن لاعب مو معروف اصلا، ما كان حتى في الدوري جيد، يعني ما له اسم. هنا اختيارك انت خطا. اختيار حتى لو تقول لي ما توفق، لا هو من الاساس لا تقول انا ما توفق وانا اجتهدت، لكن اجتهادك كان خطا. طيب حتى تعرف في لاعبين، عشان نروح للمباراه الثانيه بشكل في لاعبين اليوم ما يمشي معك في منظومتك، هو لاعب جيد بس طريقه لعبك ممكن ما يمشي معاه، لان نعم في لاعبين ممكن انت اليوم يعتمدون على الفرديه، انت تباه فردي نفس ما كان جواو بيدرو يلعب بشكل فردي اكثر وقته، وفي لاعب انت تبغيه يمشي مع المنظومه انه يكملها ولكنه هداف في البوكس.
فكل لاعب بعد على حسب ستايله. منظومتك يعني. طيب نذهب لمباراة أخرى لعبت اليوم أيضا مشاهدينا الكرام. فريق حتى لعب اليوم آخر أوراقه في الصراع من أجل البقاء، لكن المهمة لم تكن سهلة أمام فريق اتحاد كلباء صاحب العروض المحترمة في الفترة الأخيرة. نتابع. هل سيحتسب ركلة جزاء؟ نعم، ركلة جزاء لمصلحة الاتحاد. لاعب سلوفيني لكنه مولود في الأرجنتين، فون برغر. أندريس فون برغر بيتقدم، هدف أول يضعها في منتصف المرمى ويتقدم للاتحاد بهدف من ركلة جزاء قبل نهاية شوط المباراة الأول. ركنية لمصلحة الاتحاد. تقدم ميشيل قلب الدفاع طويلة للأمام، الله، سجل المدافع ميشيل. هدف ثاني لمصلحة الاتحاد. ركنية على يسار حارس المرمى، نشاهد ونتابع هذه الركنية اللي ترسل للأمام الرأسية. أوه، هدف ثالث للاتحاد، هدف ثالث. ركلة حرة مباشرة ترسل للأمام، رأسية خطيرة، الله، فون برغر من جديد بالتخصص يسجل في شباك. حتى في الذهاب سجل هدف وفي هذه الليلة يسجل هدفين. وأمامنا الكرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة اتحادية، هدف أول، هدف أول لمصلحة الإعصار الذي يصل متأخرا في هذه الليلة ويسجل. نحن نعطي عيدية لجماهير نادي الكلباء الرياضي الثقافي، والحمد لله تخلصنا من بعض الضغوط. تعرف النتائج والنقاط بالنسبة لفريق مثل نادي كلباء يعني صعب أنه يكون في المركز هذا. لذلك اليوم كانت مباراة جدا مؤثرة وجدا عاملين لنا حساب. لا تنسى أن قبل يومين احنا لعبنا مباراة جدا قوية واستهلكت طاقة اللاعبين وجهد كبير، ولذلك خفنا حقيقة، كنا متخوفين من إرهاق فقط اللاعبين يعني، ولكن الحمد لله الله أكرمنا بالثلاث نقاط. Sure, it's very difficult. I know I'm over here. The club he called me for help in this situation. I am accept. I know that it's very difficult. We try to find some solution. We have one good match against Al Nassr, but today we prepare much in different way. But maybe the very important match for us, the feeling for the players inside in the match of the beginning of the match is not very well how we expect. But happen in the football, it's very difficult situation. We need to continue, work hard, and then finish this season much better possible. هذه كانت اللقاءات مشاهدينا الكرام من المنطقة المختلطة بعد فوز اتحاد كلباء على حتى بثلاثية مقابل هدف. احنا عادة دكتور نبدأ بالفريق الفائز أو نتحدث عن الفريق الفائز، لكن خلني أبدأ معك بحتى. هل ودع رسميا حتى ولا لا زال هناك أمل؟ أنا من قبل أكثر من 4 جولات قلت حتى يعني المستوى الفني للاعبين من الصعب. حتى كأستاذ علي البدواوي صرح وكلامه صح كرئيس مجلس إدارة أنه يقول أنه بعدنا وعندنا أمل وفي نقاط في الملعب، لكن مستوى الفريق فنيا سواء كانوا الأجانب أو على مستوى، في لاعبين مواطنين صغار عندهم سلطان بدواوي، كان خالد الأصبحي أكثر من لاعب، لكن الفريق ما عنده المقومات مع المنافسين. أنت الآن فوق يكونوا اتحاد كلباء اليوم، وهذا كان اتحاد كلباء كان 14 نقطة وفاز، راح 17 وعجمان وبنياس وقرفكان وبياس، فبالتالي من الصعب يعني انت يعني تقرا المشهد يبقى يكون عندك فكر. الفكر هذا لابد ان يكون انك تشاهد، يعني هل حتى يفوز في كل مبارياته؟ يعني احنا ما نعمل لهم احباط، لكن انا اتحدث على ما اشوفه الان في الملعب ان الصعب صعب جدا على حتى البقاء في هذا الموسم. صعب يعني بخسارة اليوم يخسر من أحد المنافسين اتحاد كلباء، وتحدث الدكتور لما تحدث عن اتحاد كلباء وعجمان وخورفكان وبنياس هم المنافسين اللي موجودين فوق حتى في جدول الترتيب. حتى خلاص ودع ولا في أمل؟ لا هو صراحة حتى ما كان له منافسين، حتى وحيدا بروحه تحت
ما في حد قريب منه الا الامارات، وبعد مستوى الامارات يمكن اعلى منه، لكن حتى كاداء وكشكل وكلاعبين ما تحس انه في حد ينافسه. يعني حتى ظروفه يمكن السنه مختلفه عن السنوات السابقه. على الاقل كنا نشاهد، يعني نتذكر في سنه من السنوات حتى قبل الموسم غير 22 لاعب، بدا الموسم يمكن ب 17 لاعب ما بين استقطاب من الانديه الاخرى وما بين اجانب، كان في حركه. لكن هالكلام يمكن قبل 4 سنوات او 3 سنوات اذا ما خانتني الذاكره. اليوم انت باللاعبين الموجودين وبالاجانب الموجودين، مجلس اداره اكيد يحق له يقول لا يمكن ان يرفع المنديل على الاقل في التصريحات، انه يقول لك انا ما راح، او انه خلاص نحن هابطين، باقي تقريبا 8 مباريات او 9 مباريات، فباقي معاهم وقت انه هو يقول لك انا موجود. لكن المباراه الجايه مع الوصل ينافس على الدوري، ما يتريا اي مفاجاه. المباريات الجايه كلها قويه، على حتى اذا انت مع المنافس المباشر واللي هو اصلا بعيد عنك، اللي هي يعني مو باليوم بس، اقول لك مع الامارات ومع خورفكان، وما حققت انت، او مع اتحاد شلبه ما حققت ولا نتيجه ايجابيه. فبالتالي صعب اليوم ان نحن نتريا من حتى اي نتيجه ايجابيه. لكن اليوم حتى درس للانديه القادمه، دوري المحترفين مختلف، النظام فيه مختلف. دبا اول القادمين، دبا اليوم انت عندك دبا سبق وان كان موجود، لكن ما كان موجود بالعدد اللي سبق، وان كان موجود وكان مؤثر في كثير من المباريات، لكن مو بنفس العدد الاجانب الموجودين او بعدد المقيمين وفاعليتهم. سهل انك تجيب مقيم وتسجل كلاعب مقيم، بس هل هو اليوم مثل اللاعبين المقيمين اللي موجودين في الدوري؟ اليوم احنا عندنا مقيمين ممتازين في اغلب الانديه، ويمكن حتى اسعارهم تكون اعلى من لاعب اجنبي بحكم مهاراته او المهارات الفرديه اللي يمسكها، او حتى خاصيته اذا كان مهاجم مثل ايجور. كم كان ايجور اليوم يعتبر من اهم لاعبين الاجانب مش المقيمين. فبالتالي اليوم دبا والفرق اللي جايه تحتاج الى عمل اكبر في دوري المحترفين، لان اليوم انت ترى وايد صعب عليك انك تقعد فتره طويله فقط انك تنتظر انك تهبط. اكيد، خصوصا لما نتكلم عن انديه لها خبره، يعني الانديه اللي بتنافسك على البقاء انديه لها خبره وصارت طويله. يعني نتكلم عن اتحاد كلبه او عجمان او بنياس او خورفكان، حتى البطايح الحين من اصعب او افضل الانديه الموجوده في وسط جدول الترتيب. لكن خلينا نتكلم عن اتحاد كلبه بعد دكتور. هو شو حتى يعني لو قلت يعني حتى حسابيا يعني باقي له 8 مباريات، لو فرق 8 مباريات لازم الحين فرق 12 نقطه بينك. نحن ما نتكلم عن نادي الامارات، نتكلم عن الامارات، الفريقين بينزلون 12 نقطه، يعني من 8 تاخذ 4، هذا اذا وصلت ل 17. هناك لازم ما يخسر عشان توصل 17. لا صعب جدا. طيب نتكلم عن اتحاد كلبه، يعني يكمل التميز اللي كان في كاس رئيس الدوله. لا شوف، في مفارقه عجيبه في نادي اتحاد كلبه، المستوى الفني غير والنتائج غير والجدول غير. اللي يشوف الجدول ان هذا الفريق ترتيبه 12 كان، ومستوى الفني في الملعب لا، كله ما كجوده لاعبين، كمستوى فني، انتشارهم، لعبهم، اغلب مباراتهم كانوا زينين. لكن انا اقول عقليه لاعبين نادي اتحاد كلبه ان كره القدم ترى في النهايه ما هو اجانبهم دكتور بعد زينين. ترى انا اقول لك عقليه اللاعبين اتكلم يقول في جوده وفي مستوى فني، لكن لما تشوف مركزهم عقليه اللاعبين لازم يعرفون شيء، يعرفون لازم شيء، او حتى المدرب سواء كان فرهاد ولا الان، ان كره القدم مهما تلعب بشكل جيد اذا ما تسجل على اللوحه الالكترونيه النتيجه كم نقاطك في جدول الدوري. فاللعب بدون نتيجه في كره القدم لا شيء. من شيء دائما نقول اداء والنتيجه اوكي، يجب يكون ادائك جيد، لكن وين النتيجه؟ مستواها مميز، سواء حد فريق اللي يفوز على فريق نادي العين اللي ينافس على اسيا ونشاهده في الجدول الدوري ترتيبه 12 فريق مستوى فني على مستوى عالي. انا قلت من قبل الخوف ما في على نادي اتحاد كلبه، لكن لابد اللعيبه يفهمون عقليه اللاعبين، لابد هناك في تغيير في العقليه. الفوز اللي هو سيكولوجيه البناء الفريق كيف يتم. ايضا مشاهدينا الكرام، مباراه النوايا المتباينه جمعت بين خورفكان والبطائح. الاول كان يبحث عن تجاوز سقوطه الاخير امام المتصدر، والثاني دخل المباراه بغايه واحده، وهي تاكيد فوزه الباهر على الجزيره. نشاهد اللي فيها أناتول أنا جول أنا جول. نعم، لا يخطئ المرمى أبدا،
لا يخطئ المرمى أبدا. من أول تمريرة على طول أناتولي أبانج يسجل هدف الآن. لاحظ الكرة الماضية، شوف التمريرة، محمد راشد اللاعب اللي ذكرنا بأنه أسيست ولا أروع، استلام ولا أجمل، نهاية ولا أروع. أناتول تعود تمريرة، شوف الاستلام، لكن عينك على الاستلام هذه، عينك على الاستلام يا علي مسري، عينك على الاستلام. أناتولي في الهواء كيف على موعد مع الهدف الثاني. جول الراقين، والراقي يسجل الثاني الآن في هذه المباراة. باولو هنريكي ثالث أهدافه في دوري المحترفين يسجل الآن. شيرين سيكو بابا ينهي الأمور، سيكو بابا ينهي الأمور. البطايح غير الحصان الأسود لدورينا. نعم. I'm happy how the team was well organized. We were defending quite well and we make really good counter attack. The thing what we should do better, a little bit better in the ball, better on the possession, but you cannot complain when you score 3 goals away. It's very difficult to speak now and to make analyze, but I think that everyone who was here saw very clear why we lost game tonight. مضطر انك تتكلم عن تحليل هذه المباراة في الوقت الحالي، واعتقد ان الجميع شاف شو سبب الخسارة. First opponent deserved to win, but not with this result, and all our mistakes they punish. لكن كل الأخطاء اللي عاقبونا على الأخطاء اللي ارتكبناها. We dominate most of the game, but we don't score from our domination and we don't take our chances. هذه كانت لقاءات مشاهدينا الكرام بعد فوز جديد من البطائح وخسارة أخرى لخورفكان. أستاذ سهيل، يعني استمرار تميز البطائح مثل ما ذكرنا قبل شوي، أميز الفرق الموجودة في النصف التحتاني خلينا نقول من الجدول، أداء، ثبات، نتائج إيجابية، واليوم يكمل هذا الأمر بالفوز على أحد المنافسين خورفكان في ملعب خورفكان. وديربي بعد. وديربي. نعم، البطايح صراحة عطانا، أنا من وجهة نظري أن نموذج في الإدارة. اليوم أنت كإدارة ثاني سنة محترفين وبهذا المستوى تفوق على كل اللي كانوا عندهم خبرة في دوري المحترفين. ليش؟ بسبة اختيار الناس اللي عندهم الخبرة في الإدارة في اختيار اللاعبين. أنا لما اليوم أحط كإدارة نادي، أحط ناس عندهم خبرة يقدرون يختارون نوعية لاعبين على أعلى مستوى، يختارون مدرب على أعلى مستوى، يستطيعون تحفيز الفريق، تشوف نتائج إيجابية بعيدا عن خبرتك وبعيدا عن تاريخك في دوري المحترفين أو لا، أو في أي مكان بشكل عام. بس تسمح لي في نقطة، يعني أنا أعتذر، أنا قلت النصف التحتاني من الجدول، البطايح اليوم السادس في النص اللي فوق. أنا أقول لك تفوق على أكثر ناس عندهم خبرة في الدوري. 25 نقطة عنده. نعم، عنده 25. ونتائج الإيجابية اليوم، شوف أنت البديل يسجل، بديل لاعب مهم، وفي أكثر من نادي يبي يفاوضه وهو بديل اليوم. سيكو بابا. نعم، كان احتياط. فبالتالي اليوم عندك نوعية لاعبين وعندك مدرب وعندك خيارات جيدة في أغلب المراكز اللي موجودة عندك. فبالتالي البطايح كرة القدم ألف باء، تعامل معها. لاعب جيد في مركز جيد تأدي نتيجة. مش مطلوب اليوم، مو مطلوب من البطايح أنه ينافس على الدوري، مطلوب منك تحقق نتائج إيجابية. الديربي صعب، لما يكون أي ديربي في العالم فيه شوية تحديات في بين المسؤولين، بين الناس، بين المجتمع المحيط فيك، حتى اليوم على مستوى الإمارة بشكل عام. اليوم لاعبين بنياس اليوم أول مرة شفت تصريح الإداري فيها شوية زعل، أنه كان وده يفوز لأنه ديربي. فبالتالي اليوم فوزك بعد على خورفكان، النتائج الإيجابية اللي حققتها على الفرق الكبيرة اللي كانوا أبطال في الدوري اليوم، يدلك على أن في عمل وفي منظومة، وإن شاء الله يستمرون على نفس الأداء بنفس الأداء وبنفس الروح اللي فيها، ويكون السنة الجاية البطايح ممكن تشوفه منافس في كاس أديب، ممكن تشوفه يحقق كاس رئيس الدولة. الإمارات سبق وأن حققه، بنياس سبق وأن حققه، فبالتالي ما في صعوبة دام أن عندك لاعبين بهذا المستوى. في المقابل أيضا بخليك تتكلم عن البطايح أكيد، لكن بعد خسارة جديدة لخورفكان، الفريق اللي أيضا يمتلك لاعبين مميزين على صعيد الأجانب وكذلك المواطنين، لكن النتائج لا تعكس
اي شيء من هذا؟ لا، خرفكان بكل امانه اقول لك ما عنده لاعبين على مستوى عالي، حتى مستوى سواء الاجانب او يمكن لاعبين من الاجانب ولا المواطنين على مستوى عالي. انا دائما اقول لا تجيب الكم، هات اللاعب النوعيه الجيده. اختيارك صحيح. انت اليوم عشان تكون تظهر، يعني انت لما تتكلم عن البطايح، شوف البطايح وين، وفي 5 فرق لهم تاريخ ولهم اسم وهذا وينهم. فبالتالي في فرق. هذا نشاهد الان احنا. خرفكان ما ظهر بشكل جيد. هل الخساره الثالثه اعتقد ورا بعض في الدوري. كان عندهم دودو من اللاعبين كانوا مميزين، تم تغييره، كان لاعب رازي اكثر من عنصر. انا اقول ما عندهم لاعبين يصنعونك الفارق. ممكن عندهم لاعبين مواطنين بعضهم جيدين، لكن ما عندهم اكثر من عنصر. ترى انت عندك الان 6 لاعبين في الملعب، 5 اجانب زائد لاعب مقيم. لابد انك تختار صح، لابد انه يكون بشكل اكثر. خرفكان ترى خرفكان تاريخ اسم، كان منتخب الامارات نادي الخليج، كانوا 6 من نادي خرفكان. احنا ما نتكلم عن الماضي، انا ما صح فعلا ان هذاك الماضي، انا اتكلم عن الحاضر. يعني الان شو الفرق بينه وبين البطايح؟ في اختيار اللاعبين. دائما نقول كرة القدم فتش عن الإدارة. الإدارة رقم 1، المدرب، اللاعبين، المدرب والجمهور. يعني حتى لو تقول جمهور خرفكان أكثر من جمهور البطايح. نادي من 2 3 على دور المحترفين. تكوين نادي يمكن 10 سنوات أقل شيء يعني. لكن الاختيارات وانتقاء اللاعبين. هل في شكل سيكو بابا ولا أناتولي ولا أوليفيرا في نادي؟ حتى اختيار لاعبين المواطنين، محمد أحمد الخبرة الان متواجد، عبد الله عبد الرحمن اكثر من عنصر. حتى اخذوا هيكل كان موجود الان كظهير. بالعكس عندك بيليه لاعب مميز جابوه. وفي خليط من الخبره والشباب. انا اعتقد البطايح وفعلا الحصان الاسود في دورينا عمل كبير. وشوف الفرق يعني سبحان الله. البطايح اداره تتغير اكثر من اداره، الفريق ماشي، يغيرون المدربين، رادو يروح، فريق ماشي. صح. يعني يعني انا اعتقد في عمل مؤسسي، وجهه نظري انا. طيب. انا لو انت صرت هو غيرك اياه، لكن العمل ماشي. ونتمنى انهم على الاستمراريه ان شاء الله. الله يوفقهم ان شاء الله، فريق مميز وعمل مميز، الله يوفقهم في القادم. قطار الدوري مشاهدينا الكرام يواصل غدا المسير من خلال اعطاء اشاره انطلاق الدفعه الثانيه من مباريات الجوله 18، والتي تحمل في طياتها مواجهتين من العيار الثقيل. ينزل في الأولى فريق النصر ضيفا ثقيل الظل على العين، في حين يستضيف في الثانية شباب الأهلي فريق الجزيرة. دوري أدنوك للمحترفين يواصل السير في اتجاه عكسي نحو خط النهاية من خلال خوض الدفعة الثانية من الجولة 18، والذي يحمل في طياته مباراتين من العيار الثقيل. المباراة الأولى تجمع بين زعيم كرة القدم الإماراتية فريق العين الباحث عن التعويض بعد خسارة الكأس والعميد النصراوي المتوهج في المباريات الأخيرة. العين وصيف الترتيب يدرك أن تجديد الملاحقة على المتصدر يكمن في حصد أكبر عدد من النقاط، لذلك لن يكن أمامه أي خيار سوى تحقيق الانتصار. في المقابل يبحث النصر عن مواصلة الزحف إلى المواقع الأمامية وتأكيد سلسلة نتائجه الإيجابية. القمة الثانية ستجمع بين شباب الأهلي ثالث الترتيب العام والمنتشي بفوزه الباهر على الملك الشرجاوي في سباق الكأس، والجزيرة الغارق في دوامة النتائج السلبية. فرسان دبي ما زالوا متمسكين بآخر آمالهم في الدفاع عن لقبهم، وسيحاولون استغلال الشرخ المعنوي الذي يعانيه الخصم. في المقابل يدرك فخر أبو ظبي أن أي عثرة جديدة ستدخل الفريق في نفق مظلم قد يصعب الخروج منه، وقد يجعل رياح التغيير تهب على أكثر من اسم، خاصة المدرب رادوي الذي لم يحقق أي انتصار مع الجزيرة في الدوري منذ وصوله إلى دكة الفريق.
ثاني أيام الجولة الحالية سيكون يوم القمم بكل تأكيد، قمتين من العيار الثقيل دكتور، نتكلم عن العين والنصر وكذلك شباب الأهلي والجزيرة، في طرفين يسعون للاقتراب وعدم الابتعاد أكثر عن الوصل. خلينا نبدأ بالعين والنصر. النصر المتطور كثيرا مع شرودر، في المقابل العين اللي خرج من كأس رئيس الدولة ويبحث عن الاقتراب من الوصل. كيف تشوف هالقمة؟ لا، بتكون مباراة كبيرة قوية جدا، في صراع الأفكار بين حتى بين المدربين وبين اللاعبين، لأن هاي مباراة مهمة جدا جدا لفريق العين، وكذلك فريق النادي النصر متوهج، لاعب فريق جيد مميز عناصريا تنظيميا في الملعب. أنا أعتقد بتكون مباراة مو بسهلة، مباراة صعبة على الفريقين. صعبة أكيد. شرودر لكن يعني إمكانيات اللاعبين نادي العين أفضل من لاعبين نادي النصر. طيب. كانت فنية تكلم عنها. على فكرة شرودر سيتوج مدربا للشهر، يعني شوف الصدف في استاد هزاع في مباراة الغد، هو مدرب الشهر بالنسبة لجائزة رابطة المحترفين. شرودر المميز مع النصر يعود لاستاد هزاع في مواجهة العين. كيف تشوف هذه القمة سهيل؟ شوف، النصر أول شيء شرويدر يحتاج إلى إعادة الذات، ولكن بالنسبة للعين عشان شيء ممكن تكون بالنسبة له هو مختلفة. ولكن أنا بقول لك شيء، شرويدر من المدربين أو الناس في حياتهم العملية ممكن أنا اليوم أتوفق في مكان وممكن ما أتوفق في نفس المكان، مش معناته أن في أحد ضدي أو في مشكلة صارت علي أو في أنه تخرج نوعا من الضغينة أو الزعل الداخلي. المدربين يعرفون أنه ممكن يتداولون على الأندية بشكل عادي. شرويدر اليوم ما كان ما حصل نفسه في العين، ما توفق مع نادي العين، منو ما كان السبب هذا موضوع مختلف. اليوم يحقق نجاحات الكل اليوم يشهد. بس نتائجه كانت إيجابية يعني في العين، حتى مع العين ما كانت، يمكن عمله يمكن كان زين بس نتائجه مو عشان ليش غيروه؟ لأن نتائجه ما كانت زينة، يعني ما كان الطموح اللي يبونه نادي العين. بعيدا عن كشخص أو كمدرب، هو اليوم وجد نفسه في النصر. النصر اليوم محقق نتائج إيجابية ومحقق عمل جيد وفي قبول من اللاعبين، وهذا شيء مهم. لاعبين النصر الموجودين الحاليين صار لهم أكثر من سنة ما قاعدين يقدمون مستوى جيد مع مختلف المدربين. كونك أنت تقدر تغير فيهم فبالتالي في قبول من الطرفين بالعمل أو في تصديق أو إيمان بقدراتك أن أنت تقدر اليوم تغير في النادي أو تصنع شيء. فبالتالي اليوم شرويدر يستحق كل ما حققه بناء على المستوى الفني المتطور لنادي النصر، بناء على الأداء والروح اللي يقدمونها لاعبين النصر، بناء على مجهوده مع الفريق قبل المباراة وبعد المباراة وأثناء التدريب. كل المعلومات اللي توصل أو لكل من يعمل حوله بأنه شخص إيجابي. نتمنى له التوفيق إن شاء الله. مباراة صعبة أكيد بالنسبة له وبالنسبة للاعبين العين. نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله تكون مباراة كبيرة. دائما مباريات العين والنصر ممتعة. نروح للقمة الثانية دكتور، يعني نتكلم عن شباب الأهلي الساعي أيضا لملاحقة الوصل، في المقابل الجزيرة اللي يظهر في واحد خلينا نقول من أسوأ أو واحد من أسوأ مواسم الجزيرة في عصر الاحتراف تقريبا. نعم أكيد، حتى الطموح والرغبة وإمكانيات فريق شباب الأهلي هو الأفضل الآن من نادي الجزيرة. الجزيرة ما ظهر بشكل مميز في هذا الموسم. اللي شاهدناه فريق شباب الأهلي مباراته مع نادي شارقة ظهر بشكل جيد جدا. فأنا أعتقد فريق شباب الأهلي هو الفارق في هاي المباراة بوجهة نظري أنا. فريق مميز جدا، فريق عنده طموح. فأعتقد تكون مباراة صعبة لأن الجزيرة ما ظهر بشكل جيد كل المباريات. صحيح، خصوصا مع المنافسين. نفس المباراة. مباراة أكيد مهمة بالنسبة للشباب الأهلي، ما زال المنافس. الجزيرة يمكن تكون من وجهة نظري مهمة للجزيرة أكثر من شباب الأهلي. شباب الأهلي صحيح أنه منافس على الدوري، بس الجزيرة شو بتفرق مع الجزيرة؟ الجزيرة يحتاج إلى عودة اسم الفريق. الجزيرة ما تعود لهذا الكم من الخسائر في فترات السابقة، كان دائما يطلع بشكل إيجابي. الفوز راح يغير نفسية اللاعبين والمدرب والعمل مع بعض وكمجموعة واحدة. الفوز دائما يجيب لك الأشياء الإيجابية. رادوي أمام اختبار صعب غدا. فرصته الأخيرة ولا أنا ما أعرف طموح الإدارة معاه، ممكن يبون يصنعون معاه فريق للمستقبل للسنوات القادمة، أو في شيء ممكن رادوي قاعد يشوفونه في المدرب
كمدرب مختلف عن اللي نحن نشوفه. الناس يشوفون ان اليوم الجزيره منافس، فالجزيره مع رادوي مو بمنافس السنه هذه، وما اعتقد ان رادوي ممكن يصنع فريق، لكن ممكن الاداره هي تقرر يستمر او لا. تكون فرصه اخيره دكتور، ولا يعني اكيد اداره الجزيره ادرى، لكن انت كيف تقرا المشهد؟ انا اقرا المشهد واتمنى، وهاي رسالتي للمدرب رادوي. انت بدايه طريقه تدريبك كنت في الطاي وطلعت، وجيت البطايح وطلعت. لما اكون في نادي، لو في اي شيء داخل النادي، هذا انت مدرب. طلع انت مدرب في النهايه، لابد هاي اخلاقيات المهنه. اني انا لو في اي مشكله عندي اي شيء، اكون ما بيني وبين الاداره وبين اللاعبين، ما اتحدث في الصحف، تتكلم تقول والله عندي مشاكل داخليه ومشاكل كذا. احنا نعرف نادي الجزيره من استوى اليوم على هالبطولات، يا تنكات يا كايزر، اكثر من المدرب والادارات ما سمعنا مدرب تحدث، لان الاداره موفره كل شيء لك. بالعكس اداره، انا اشكر اخوان في اداره نادي الجزيره، يعني لما شيخ محمد بن حمدان وادارته لما جابوا المدرب شاب، فكروا ان النجاح هناك طموح انت عندك وكذا، جابوك انك انت تشيل الفريق. لكن انت كمدرب كذلك، لو الان في نهايه تدريب شكل لاعب شكل مدرب، ممكن تنجح ممكن ما تنجح، صحيح. لكن لابد ان نحافظ على المكان اللي انا فيه. هذا شيء مهم جدا لاي انسان، حتى لو كنت في الشركه، انت في بيتك في العائله، في اشياء كثيره داخل العائله في البيت. هل انت تصير تتحدث خارج بيتك؟ يحلها بينها طبعا، بينه و100% انا اعتقد نادي الجزيره مو من هالانديه اللي فيها مشاكل. صحيح. ماليا واداريا كل شيء على اعلى مستوى. اللاعبين الان اذا انت ما توفقت، ما معناه ترد اللوم على الغير، تبريرك على الاخرين، لا. انت مدرب في النهايه تتوفق ما توفق. انا اتمنى من كابتن رادوي انك تهدى شويه وتركز مع الفريق، تركز مع الفريق داخل الملعب، وجرايد والصحف والاعلام تنسى هذا الشيء. لازم يحتوي اللاعبين. هذا رايي انا، ولابد ان تكون اب للاعبين. نعم. شوف، اي مدرب لابد ان يكون في شيء مهم عشان تنجح في التدريب. هذا على حسب المدرب، له صفات وعنده الاشياء المهنيه، اللي في الملعب الكفاءه المهنيه، وعند الصفات هذا اهم كذلك من الاشياء الفنيه. علاقته مع اللاعبين، احترام اداره النادي، تعاملك معاهم، احترامك للاعبينك. اخي احنا اشتغلنا في الانديه وعملنا يوم من الايام، ساعات تشوف انت المدرب لو لاعب قال لك شيء لا تكون وايد عنيد، لا تكون انك تصر على كل كلمه. بعض الاحيان لاعب يجيك يعني عقليات في النهايه. بالعكس انا احتضرهم وانا عجبني هذا مدربين كبار. بيرزوت يصير للاعبين في بيتهم ويحتضنهم. كوزمان من افضل المدربين، كل اللاعبين يحبونه، يتعامل نجاحك من اللي حولك. انت شوف، اذا تريد تنجح لابد انك انت تحتضن اللاعبين، هم لان هم بينجحونك في النهايه مع الاداره طبعا 100%. شكرا لك دكتور. شكرا لك دكتور موسى. الشكر موصول ايضا للاستاذ سهيل العريفي. شكرا، اول استوديو معك واستمتعت. تشرفت. الله يسلمك. شرفت، الله يحفظك. انا اتمنى في النهايه مره ثانيه. لا نبادر نبادر زين من رادوي ان بقيت في الجزيره ولا طلعت، اللي في النادي يجب انك تكون مدرب، عندك المهنيه. خلاص هو قال كل شيء، ما عاد باقي شيء. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. وصلنا الى ختام سهرتنا لهذه الليله، على امل ان نلتقي بكم غدا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج الرياضه اليوم. تصبحون على خير.
كأس آسيا تحت 23 سنة على قنوات أبو ظبي الرياضية آسيا عبر تطبيق ستارز بلاي وإي لايف اتصالات ودو. في الأسبوع 18 من دوري أدنق للمحترفين، شباب الأهلي